حفظ القرآن، لأن في ناس كتير مستصعبة الطريق، مستطولة الطريق. يا عم احفظ القرآن، يا عم انت بتهزر. أنا أبقى في يوم من الأيام خاتم لكتاب الله، أنا في يوم من الأيام أبقى حافظ لكتاب الله. أنت متخيل إن أنا في يوم من الأيام مع صعوبة الحفظ ده أنا بحفظ بصعوبة جدا، أنت عايزني أبقى حافظة للقرآن؟ يا عم ده أنا بنسى على طول، ده أنا المعلومات في دماغي سبرتو كده بتطير. أصحى الصبح ألاقي نفسي مش فاكرة حاجة من اللي أنا حفظتها. أنت عايزني احفظ القرآن؟ وبعد كده حفظ القرآن ده طريق طويل قوي، استطالة الطريق، انا ازاي هقدر احفظ؟ وبعد كده الموضوع مش بس كده حضرتك، انت ناسي سني، انا سني بقى كبير فعلا، انا هحفظ بعد السن ده والدماغ بقى، وانت عارف الالزهايمر المبكر بتاع اليومين دول. يا عم انا يعني السن بتاعي برضه غير، ان الوقت هجيب وقت منين؟ انا حضرتك ممكن الاقي ساعتين للفيس يوميا، وساعتين للانستا يوميا، وساعتين لباقي السوشيال ميديا يوميا، انما انت انا برضه ما عنديش وقت، انا مشغول، انا مواطن مطحون اصلا، وعندي 4 عيال ومصاريف المدارس وبعد كده نفسيتي وانا حضرتك وانا في ثانويه عامه، انا ما كنتش بطيء اقعد على الكتاب ليله الامتحان. انا في امتحان الماجستير او البكالوريوس انا ما كنتش بطيء اقعد على الكتاب ليله الامتحان. انا اصلا عندي نفور من القعده على المكتب، اقعد عشان احفظ قران. نفسيتي فعلا. شوفوا لي باب تاني من ابواب الخير. اقول لك حاجه، انا ممكن اقرا القران يا سيدي، واقرا من المصحف يا عم، وممكن يا عم اطبق القران، انما احفظ ما اقدرش. نفسيتي الموضوع تقيل قوي 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 على نفسيتي، ومش متعود بقى على الموضوع ده. ماراثون حفظ القرآن. تحب تصيفي في الساحل ولا في السخنة؟ بتقول ايه؟ تصيف في الساحل ولا في السخنة؟ تخيل واحد عنده فيلا في الساحل الشمالي، وفيلا في العلمين، وفيلا في الجونة، وفيلا في السخنة، وفيلا تخيل كده في شرم الشيخ. لما بيحب يتفسح او يتبسط والعربية ومعاه السواق، في ثانية حضرتك تطلع على الجونة ولا على السخنة؟ العلمين وحشتك، ولا تحب بقى اول الساحل، ولا في الريفيرا؟ تحب تصيف فين من القرى السياحية اللي موجودة في البلد؟ هو حافظ القرآن يا جماعة، والله العظيم امتع من هذا الرجل. انا عايز اشوقك، انا عايز الهف نفسك على اللحظة اللي معاكي فيها 10 اجزاء، او معاك فيها 5 اجزاء في صدرك بجد، او معاكي فيها 15 جزء، او معاك فيها 12 جزء. انا عايز افرحك، او معاك القرآن كله. انا عايز اشوقك للحظة دي، انا عايزك تتلهفي على اللحظة دي، اللي هو حصل لك حاجة ضايقتك، الله اكبر، اما اجيب آل عمران في ركعتين. يا راجل هو ده سهل؟ والله يا جماعة بعد 3-4 مرات مراجعة الموضوع بيبقى سهل جدا بفضل الله. حسيت ان البيت محسود، واولادك محسودين، وجوزك متغير عليك وما انتش فاهم ايه، الله اكبر، وتقومي جايبه سورة البقرة في ركعتين. اللي حافظ بيبقى الموضوع عنده سهل. طب انت رايحة الكلية، تقومي جايبه لك جزئين وانت رايحة. طب رحت عمرة بقى وانت بتطوف، انا هقرأ 5-6 اجزاء في اشواط الطواف. طب وانا بسعى بين الصفا والمروة ما عدتش بقى هقول اقرأ ايه، هجيب لي 3-4-5 اجزاء وانا ماشي في الطريق. يلا يا عم جنتك في صدرك، انا صاحبك القرآن. ده صاحب الملك الفلاني، وده صاحب رجل الاعمال الفلاني، وده صاحب وكيل الوزارة الفلاني، ودي صاحبة مرات الوزير الفلاني، وانت صاحب القرآن. انت صاحب اكرم صاحب في الدنيا، القرآن الكريم. لما كنت بحفظ القرآن مع الشيخ وليد الجمل ربنا يحفظه ويبارك فيه، كان ممكن يكلفني ب4 أجزاء ونص في الاسبوع. كنت امشي في الشارع احفظ القرآن اخبط في الناس ممكن تيجي عربية تخبطني من كتر ما انا مشغول بحفظ القرآن. والله كنت بجد كرامات وانا ماشي في الشارع، حاجات غريبة بتحصل لي، تيسيرات من ربنا، رسائل من ربنا. انت كده صح، كمل اجتهد. انا صاحبك القرآن. يا ريتني كنت مكانك. كلمة بنشوفها في عينين ناس كتير، لما واحد يلاقي واحد راكب جنبه في العربية زوجة فاتنة الجمال، يا ريتني كنت مكانك. لما واحدة جوزها مبهدلة وتلاقي واحد ماشي يدلع مراته ويضحك مع مراته في الشارع، يا ريتني كنت مكانك. لما تلاقي واحد راكب عربية ب7-8 مليون جنيه
تلاقي شاب بيبص له يا ريتني كنت مكانك، الاول على الدفعه في حفله التخرج وهو بيتكرم، تلاقي زمايله بيبصوا له يا ريتني كنت مكانك. يوم القيامه الوضع هيتقلب. الوقت الناس بتبص لاهل الدنيا وبتقول يا ريتني كنت مكانك، يوم القيامه الناس كلها هتبص لصاحب القران وهتقول يا ريتني كنت مكانك. وهو طالع في الاسانسير كده، الناس كلها طالعه على السلم في الجنه وده طالع في الاسانسير بتاع اقرا وارتقي ورتل، وهم بيقولوا يا ريتني كنت مكانك. لحظة حفظ القرآن لحظة عظيمة يا جماعة، لحظة جميلة يا اخوانا، لحظة مهولة يا اخوانا، ان الانسان حفظ القرآن وبقى جنته في صدره.